انا قدمت في شغل والحمد لله وافقوا عليا، بس في حاجه غريبه، هو المفروض المقابله بتاعت الشغل هتحصل هنا مش في الشركه. نعم؟ ده ازاي ده؟ اللي عرفته ان هم بيعملوا كده عشان يقيموا حالتك الماديه ويشوفوا اخلاقك واخلاق البيت وكده يعني. فهمت خلاص. ماشي يا ابن ربنا يوفقك. ماشي، بس بالله عليك مش عايز فضايح يعني، ارفع راسي والنبي حجوج. يا عم سيبها لله ما تقلقش. لا بس ما شاء الله عليك يا محمد، واضح انك شاطر وذكي جدا. ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله بعد حسن ظن حضرتك. بس عارف بقى، انا اكتر حاجه عجباني فيكم ان انتوا يعني عيله هاديه كده ومتواضعه واحلى حاجه فيكم ان انتوا متفاهمين جدا ومحدش بيتخانق. شهر بحاله يا ابن الكلب، ما تسالش على ابوك. والنبي يا حاج امشي دلوقتي، مش وقت خناق، مستقبل الواد هيضيع. والله لا اتخانق معاك جوه يا حاج بقول لك مش هينفع والله، الواد معاه مقابله جوه. والله. طب ام الواد. منعول ابوكو، منعول ابوكو، عملناكو طلعتوا عين امي. انسى كل الكلام اللي انا قلته لك. انت استفدت ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا ابني. هو انت كان عندك مقابله شغل؟